هاي حبايب قلبي دولي، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير من الفيديو اللي فات. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين. طبعا النهارده بقى احنا قررنا نعمل كشري كده. كنت عند والدتي كالعاده، وطبعا انتوا عارفين بقى الاكل وحيرته وكده، فقررنا يعني ان احنا نعمل كشري وكده. زهقنا من الاكل. طبعا بقى ده كشري بقى عن طريق بطريقه دولي بقى. يعني بجد بجد لو عملتوه بالطريقه اللي انا هعملها دي هتاكلوا صوابعكم وراه، وكله هيسألكم انتوا عاملينه ازاي. المهم هنا بقى زي ما انتم ما شايفين كنت محضره المقادير بتاعه الكشري كلها. مكرونه سباكيتي على مكرونه اللي هي الصغننه ديت، ومخرطه البصل حلقات زي ما انتم ما شايفين، والعدس وكل حاجه والطماطم وكله. المهم هنا انا كنت بحط على البصل معلقه نشا، عشان النشا بتنشف كده البصلايه وبتخليها مقرمشه كده زي بتاعه المحلات. بجد الخطوه دي بتبقى جميله جدا 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 في التقليه بتاعه الكشري. والحله اللي هناك ديت انا كنت بجهز اعمل الصلصه، علشان طبعا الوقت قفز علينا وكده وهم كانوا جعانين وعايزين ياكلوا، فقلت يلا انجز نفسي وايد على حله للمكرونه وحله للصلصه وايه، واعمل الكشري في الحله ايه اللي فيها البصل زي ما انتم ما شايفين. هنا بقى انا كنت بخرط فصين توم بقى للصلصه وكده. انا بحب جدا صلصه الكشري تبقى معموله بالثوم. اللي بيحبها بالبصل بقى براحته، بس هي بتبقى افضل واطعم بالثوم. المهم هنا بقى زي ما انتم شايفين كنت بخرط بقى الثوم وكده، وفي نفس الوقت قايده على الحله التانية على البصل، فكل شويه برضو كنت بقلب فيه. والله العظيم انا شطوره يعني. بصوا قايده على كام عين كده في السريع، علشان ما اخدش وقت. بجد 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 بيطلع مني حبه كشري جامدين جدا يستاهلوا بقكم. المهم هنا بقى زي ما انتم ما شايفين عماله اقلب هنا وهنا وهنا وهنا. والله العظيم انا شطوره شطوره واستاهل لايك. يلا يا اللي بتتفرجي عليا بقى، لو سمحتي لو بتحبيني بجد ممكن تحطي لي لايك. بجد هيفرحني جدا وهيسعدني بجد 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 بجد. كل اللايكات اللي بتبقى منكم او كومنت او اي حاجه بجد بيسعدني جدا، وبيفرق جدا جدا في حالتي النفسيه. بحس ان انا فعلا ليا اخوات واهل واصحاب. طبعا انا نفسي عيلتي تكبر بيكم وبدعمكم ليا، وبجد بجد مش قادره اشكركم على وقفتكم جنبي بجد. وهتسعديني اكتر لو انتي بتتفرجي معايا دلوقتي حالا ودوستي على اللايك. هي دوستي؟ طب يلا نكمل. المهم بس انا حاسه انك ما دوستيش. دوستي ولا ما دوستيش؟ اكيد هتدوسي. ماشي. بس المهم هنا طبعا كنت بحمر بقى البصليه. طبعا الكاميرا ما كانتش مظبوطه، هحاول ان انا اظبطها معاكم عشان تشوفوا البصلايه وكده زي ما انتم شايفين. طبعا لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تدوسيلي على علامه الاشتراك وتفعلي لي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. طبعا بقى بصوا الكشري بيتعمل بطريقتين. في طريقه زي ما اللي انا بعملها معاكم ديت، وفي الطريقه التانية اللي هي ايه الطريقه التانية. انك انتي بتسوي الرز مع الشعريه في حله، وبتسوي العدس في حله لوحدها، والمكرونه الطبيعي اوريدي بتبقى في حله لوحدها. لا هنا بقى انا الكشري بتاعي مختلف شويه. بجد الكشري ده جميل عن طريقه بقى مامتي وكده. بجد طول عمرنا بنعمله بالطريقه دي بجد بجد، والنتيجه بتطلع تحفه والطعم بيبقى جميل جدا. هنا انا بحمر البصلايه زي ما انتم شايفين، وهطلع البصلايه من الحله، وفي نفس الزيت اللي انا حمرت فيه البصلايه هحمر فيه الشعريه، وفي نفس الزيت برضو اللي انا حمرت فيه الشعريه هطلع طبعا البصل، وارجع اطلع بعد ما الشعريه تتحمر هطلعها. وبعد كده هروح حاطه في قلبي حبه ميه مقدار كميه الرز والكشري اللي انا هعمله، واسيبها تغلي. يا دوب هحط فيها حبه ملح وحبه كمون وحبة فلفل اسمر بس، واغطي عليها تغلي غلوتين. وبعد كده اكون غسله العدس غسله كويسه، وهسقط في قلبيها في قلب الميه اللي غليت ديت احط فيها العدس، وهسيبه كده يستهدى براحته. وبتاع ده سوري معلش يستوي براحته نص تلات ارباع سوا، يعني اسيبه في مقدار سوا الرز. المهم بس. وبعد كده العدس لما يبقى خلاص فاضله تلات ارباع هحط كل المكونات اللي انا شلتها. يعني الشعريه هحطها، وهضيف الرز واسيبهم، واظبط العقد بتاعهم بحبه ملح وحبه فلفل اسود وكمون، واوطي عليه اسيب الرز يستوي براحته. وفي هنا تاكلي احلى كشري في الدنيا بجد بجد بجد. الطريقه دي جميله جدا. هنا بقى زي ما انتم شايفين كنت نقلت بقى الصلصه في الحلقه العين اللي في النص، وفي نفس الوقت حطيت المكرونه. كانت ميه المكرونه غلت وكده، فسبتها على العين التانية. هنا بقى البصله طبعا بتاخد وقت شويه في التحمير عشان كانت كميه زي ما انتم شايفين. طبعا انا عند بيت والدتي بعمل كميه اضعاف اللي انا بعمله في بيتي. يعني انا بعمل في بيتي عشان احنا يعني اسره صغيرة صغننه وكده، فبعمل بعمل كميه قليله شويه. لكن لما بكون عند بيت والدتي وكده عشان اخواتي وكده بنبقى مجمعين. اللهم بارك يا رب، وربنا يا رب ما يقطع لنا عاده ولا يحرمنا من بعض ابدا، ويبارك لكل ام واب بيتفرجوا عليا.
او كل بنوته جميله بتتفرج عليا، ربنا يا رب يخلي لها باباها ومامتها يا رب ويبارك لها في عمرهم. المهم زي ما انتم ما شايفين اهو، انا كده خلاص بطلع البصل في نفس الزيت. بصي حتى لو فاض معاكي كام حته بصل كده في قلب الزيت مفيهاش اي مشكله، ولا هتمرر ولا هيحصل لها اي حاجه. هتضيفي عليه الشعريه وتزودي الزيت نقطه صغيره لو الزيت قل منك في الحله. وبعد كده برضو هتحمري الشعريه، سوري بس على على الاموشن دوت، هيتشال دلوقتي اهو اتشال. المهم هتحمري، معلش هنا برضو كانت العين اتطفت مني فقدت عليها تاني. هنحمر برضو الشعريه بنفس طريقه ما حمرنا البصل، وهنطلعها في طبق زي ما احنا ما قلنا. وبعد كده هنضيف ميه هنسيبها تغلي، وبعد ما تغلي هنحط العدس هيستوي 3/4 سوا. تمام. وبعد كده هروح ضايفين الرز عليه والشعريه وكده، يدوب هيتشربوا كده، هنوطي عليه هيستوي الرز. بجد بجد الكشري هيبقى في حته تانية. هنا بقى كانت خلاص المكرونه خلاص دخلت في السوا، رحت صفيتها وجيت غسلتها كويس. انا بحب احط بعد ما بصفي المكرونه وكده احط عليها نقطه زيت واقلبها كويس، علشان المكرونه ما تبقاش معجنه، تبقى يعني مفرفطه كده من بعض كده وتبقى جميله، بحبهاش تبقى معجنه. بس طبعا لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تدوسي ما تنسيش تدعي لي، سوري، ما تنسيش تدعي لياسين ابني بالشفاء، يا ربنا يشفيه ويشفي كل مريض يا رب، اللهم امين. هنا بقى انا كنت بحط حبه الزيت للمكرونه وهقلبها بقى علشان تبقى حلوه كده، وهطفي عليها واغطيها واسيبها. في نفس الوقت العين اللي في النص دي كنت قايده على الصلصه، يعني الكشري بالظبط ما خدش في ايدي بالظبط نص ساعه، يا دوب في مقدار سوى الرز على طول. والله العظيم انا شطوره جدا بجد، مش شكرانين في نفسي والله، بس انا بحب ايه، انجز في الوقت. طالما دخلت المطبخ وهعمل اكل احب ايه، بنجز في الوقت. انا سريعه جدا في اعمال الاكل، بس النتيجه بتاعته بجد بجد بتبقى تحفه. بس زي ما انتم شايفين خلاص انا كنت هنا خلاص الشعريه كانت قربت خلاص تحمر. بصوا بقى التركايه دي جميله جدا، بعد ما هتحمري البصل وتطلعيه وكده ترشي عليه رشه ملح، يا على الطعم، بجد بتحسي ان البصل جميل والله. بصوا مقرمش جدا وجميل، مش طري كده ومليان زيت وبيبقى لا، بيبقى مقرمش كده وجميل جدا بسبب معلقه النشا اللي انا حطيتها في الاول، ورشه الملح دي بيديله طعم برضو، بيخليه في حته تانية خالص. هنا بقى خلاص انا كنت حمرت الشعريه زي ما انتم شايفين. برضو هطلعها، هتشوفوني وانا بطلعها دلوقتي، وزي ما قلت لكم بقى هنكمل الطريقه اللي انا قلتها لكم. طبعا مش عارفه اقول لكم ايه، بجد انا بحبكم جدا 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 جدا، وبحب كل اللي بيدعمني وكل اللي بيشجعني. بجد انا ساعات بعجز عن الكلام اللي انا جوايا وعايزه اعبر لكم بيه. بجد والله العظيم انتوا حسنتوا كتير جدا 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 من حالتي النفسيه. انا فعلا بالفعل انا كنت متدمره نفسيا، لاني انا كان عندي ظروف خاصه جدا في بيتي وكده. بس الحمد لله يعني 3/4 عدوا على خير. فاضل لي بس الربع، بس ان شاء الله ربنا هيعيني ويقويني ويبارك لي في اولادي وكده. طبعا وانا عندي ياسين ابني مريض سلاسيميا، ادعوا له ربنا يا رب يشفيه ويعفى عنه يا رب، فبيحتاج يعني نقل ودم وكده، وكل 20 يوم بالظبط. فيا ريت تدعوا له ان ربنا يا رب يعفى عنه، عشان دي بجد حاجه مأثره في نفسيتي جدا 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 جدا. يا رب ما يحرق اي قلب اي ام على ضناها ابدا يا رب. معلش انا لو كنت ضايقتكم بالكلام ده او حاجه. بس انا هنا بقى قلت اعمل الدقه، بحب اعمل الدقه زي ما انتم شايفين كده، احط معلقه توم حلوه كده محترمه، واروح حاطه عليها حبه ميه وحبه خل، وبعصر عليها ليمون وكمون وملح، بس ما بحطش اي اضافات تانية، واديها غلوه واحده على النار واطلعها اسيبها افضيها يعني احطها كده لغايه ما تستهدى عشان تبقى ايه، حلوه. في ناس بتحط لها معلقه صلصه، انا مش بحبها كده، انا بحبها زي ما انتم شايفين كده، بتبقى بيضه كده يا دوب مصفره سنه بسبب الكمون، غير كده ما بحطلهاش اي اضافات. وبرده الطريقه دي جميله جدا. هنا بقى كنت هحطها خلاص غلوه واحده اهي على طول كده على السريع. مش هتاخد وقت. وبرده هعمل لكم معاكم برده طريقه الشطه الزيت، بجد بقى العشاق الشطه بقى كشري يعني شطه زيت بقى وايه. هنا بقى بصوا اهي كانت الميه غلت، رحت منزله العدس عليه، هيستوي 3/4 سوا بالظبط. وبعد كده هسيبه في مقدار ما بحط الرز، والرز هيستوي معي. هنا كنت بقول لكم هيتساب بس 5 دقايق بس مش اكتر.
بس هنا بقى كان خلاص الدقة غلت غلوة، هشيلها بقى واعمل معاكم بقى الشطة الزيت. عشان بقى كشري بقى يعني شطة زيت وتقلية بقى، والحبشتكنات بتاعة الكشري ده ايه، بجد بجد بيبقى طعمه جميل جدا. انا عن نفسي من عشاق الكشري، كل اللي بيحب الكشري زي يكتب لي في الكومنتات، وانا كمان بحب الكشري. بجد بجد الكشري ده حاجة تانية، يعني المصريين بقى ايه، الكشري والمحشي، المصريين مميزين بالحاجتين دول. طبعا بقى وده الكشري ايه على اصوله، يعني اسهل واطعم واحلى طريقه كشري هتدوقوها في حياتكم. بجد جربوها بالطريقه دي هيعجبكم جدا جدا جدا. لكل اللي بيحب يسوي كل حاجه لوحدها، لا جربي انت الطريقه دي، يعتبر طريقه الكشري في حله واحده ما عدا المكرونه. بس بجد حكايه. هنا بقى انا كنت حطيت 4 معالق شطه على حسب الكميه اللي انت عايزاها، وحطيت زيت وقدتهم على النار، يا دوب بقعد اشوحهم كده لمده دقيقتين بالظبط على النار زي ما انتم ما شايفين كده. بصوا بقى، لما هتيجي تضيفي، انا بضيف معلقه صلصه واحده فقط عليها، يا دوب بس ايه تديها يعني ايه سمك بس شويه. وبعد كده اول ما بحط معلقه السلط بكتم على طول الشطه، عشان بتطلع يعني ريحه شديده شويه، فممكن تضايقك شويه تقعدي تشرقي. طبعا عارفين التوابل وكده بتشرق. بصوا كنت كتمتها على طول، هي الثانيه دي بس لغايه ما تستهدى كده، وهعرق عليها عادي واقلبها واوريها لكم دلوقتي. كده خلاص. بصوا بتبقى جميله جميله شطه زيت، والله العظيم انفع اقف في مطعم كشري بجد. بجد بجد ده انا مش قادره اقول لكم. طبعا بقى ريحه التقليه مع الكشري مع كده يا على جماله. بصوا هنا بقى كان خلاص العدس، ضفت الرز وضفت الشعريه زي ما انتم شايفين. هقلبه بقى تقلبتين، اظبط الاول الملح بتاعه، اضيف بقى عليه حبه التوابل بتوعي الحلوين كده زي ما انت محبه، الاضافات اللي انت بتحبيها في الاكل. يعني التوابل دي بتبقى على حسب الراحه ليكي، يعني انت بتحبي الكمون، بتحبي الفلفل، بتحبي البصل باودر، تحبي التوم باودر، كزبره ناشفه، التوابل اللي انت بتحبيها في الاكل. انا هنا بصوا كنت ضفت نص معلقه ماجي، يعني انا بحب احط الرز الكشري نص معلقه ماجي مش اكتر، يعني ربع، يعني يعتبر ربع نص مكعب ماجي بالظبط. بس هنا بقى كنت ظبطت بقى بصي اللي عايم على الوش ده بقى بقيت البصل وبقيت الشعريه بيستوي بقى معاهم كده، وبيبقى مديله تست عالي قوي، بيديله طعم جميل جدا. بس هنا بقى كنت خلاص بقى سبته، بصوا كان يتشرب بقى والله مفلفل وجميل، حكايه بجد حكايه، والله تسلم ايدي بجد. بس هنا بقى كنت خلاص هسيبه بقى، كان لسه فاضل له سيكه صغيره، قلت هوطي عليه بقى واسيبه. بصوا كنت بوطي بقى هنا، وقلت بقى اسيبه ايه يستوي براحته. ولو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تدوسولي لايك. باي.